الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة دوناتس فراخ بنص كيلو. هتعمليه مضاعف حوالي كيلو وهيرمي معاكي كتير قوي. يعني هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا نص كيلو فراخ صدور مفرومة، عليهم حوالي نص كوباية جبنة موتزاريلا وكمان زيهم بقسماط مطحون، وعندي هنا بصلة مبشورة ناعم عليها رشة فلفل اسود وكمان بقدونس مفروم كويس قوي، وكمان فلفل حارة للي مش حابب يحطها رومي. المنكهات اللي عندي توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وريحان وكزبرة ناشفة وبابريكا مدخنة، والملح عندي طبعا حسب الرغبة. هقلب كل دوت عندي مع بعضه لحد ما كل حاجة تتجانس. لو انتي حابة تديها ضربة كمان في الكبة مفيش مشكلة، بس انا بالنسبة لي فرماهم كل حاجة ناعمة فمش محتاجة ان انا اديها فرمة كمان. انا قلبتها كويس، هاخد كورة كده وابرمها بالمنظر ده. كورتها كده هبططها كده سيكه عشان ما تبقاش عاليه قوي وتستوي معايا اثناء القليه. هعمل لها كده فتحه من النص زي الشكل بتاع الدونس بالطريقه دي. انا هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه، الكميه كلها، وكمان عمل معايا كميه حلوه قوي. خليت جزء وشلت جزء في الفريزر تقدري تفرزيه. عندي هنا مجهزه بقسماط سواء خشن او ناعم وحط عليه رشه بقدونس باودر وكمان شويه جبنه بارميزان عندي. دي حاجه اختياريه بس انا عايزه اعلي التست. هقلبهم كويس، وكمان مجهزه عندي هنا بيض وملح وفلفل. ممكن تحطي كمان شويه لبن بس انا للاسف اللبن عندي خلصان. وكمان مجهزه عندي الدقيق. هبدر الاول الدوناتس بالدقيق وبعد كده احطها في البيض. معلش بقى الجوانتيات اتقطعت. بعد كده احطها في البقسماط، وفي الاثناء ديت انا حاطه الزيت على النار. الزيت انا عايزاه سخن بس النار تكون متوسطه عشان اضمن ان الفراخ عندي تستوي من كل الاجزاء. هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه. تيجي بقى كده من الجنبين كده اتحمرت معايا هطلعها. انا بس نسيت اقول لكم حاجه حطيتها في التتبيله، كنت فاكراها متصوره بس للاسف ما صورتش. كنت حاطه بشر ليمون، بتفرق معاكم جدا في الطعم. شكله النهائي بعد ما حطيته في طبق التقديم عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته حلوه قوي، وكمان شكله مغري جدا للاطفال. اتمنى ان انتوا تجربوه. يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيه ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.